السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابو علي بتاع الزيت، ونرجع من الفيديوهات اللي بقالنا ياما قوي ما عملناهاش، فيديوهات مراجعات الزيوت. النهارده مع شركه قويه جدا بس في مجال الموتوسيكلات. معلش الناس بتوع العربيات يستنونا شويه، جايين لي بتوع الموتوسيكلات لان النهارده بقى في طفره جامده جدا في الموتوسيكلات. الموتوسيكل بدا يوصل ل 100,000 جنيه الشعبي، الموتوسيكل البنيلي والموتوسيكل الهاوجي والهوجن عبد الله بقت داخله على 50,000 جنيه. فاسعار بقت اسعار خرافيه. الموتوسيكل بقى عايز شويه اهتمام، وعايز يعني نتكلم عليه شويه يعني مع اخواتنا بتوع الموتوسيكلات، بخصوصا ان موضوع الدليفري بقى موضوع قوي جدا. الشباب اللهم صل على النبي نسبه كبيره جدا بتشتغل في الدليفري. والنهارده حتى بسبب غلو البنزين والجاز والكلام ده المكنه بقت اوفر من العربيه. يعني انا لو معايا عربيه لادا مثلا، لا اركب مكنه احسن منها لو ما عنديش اسره ولا حاجه، وتبقى اخف في الحركه يعني. النهارده جايين مع شركه ريبسول، شركه قويه جدا، شركه اتحاد اوروبي. بس انا هاخد باكج كده اللي هو الموتوسيكلات والسكوتر، 3 منتجات في الشركه دي. اشهر 3 منتجات، هي عندها طبعا شريحه كبيره قوي من الزيوت، بس انا جايب اشهر 3 منتجات عندهم: النصف تخليقي والتخليقي والسكوتر. هنتكلم عن المنتج ونمسك واحد واحد كده نفتشه، ونفس التسلسل بتاعنا. هنتكلم على الاي بي اي بتاعه ومستوى الجوده، اللزوجه، والاضافه اللي عليه ايه. اول حاجه معانا بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كرتونه زي ما انتم شايفين. قرب عليا كده. المنتج له كود 2065، ده اسمه سمارتر سبورت 4T، ده 10W40. كرتونه فيها 12 عبوه. طلع عبوه منهم كده ونبدا نمسكه. طبعا معانا المنتج ده مالتي بيربوس، يعني متعدد الاغراض في المكن. معظم المكن القديم اللي ماشي فوق ال 20,000 كيلو، فوق ال 50,000 كيلو، نصف تخليقي. المستوى الاي بي اي بتاعه حاجه اسمها SL. عليه الاضافه بتاعه تزييد الكلاتشات، جاز وMA2 زي ما انت شايف معايا هنا كده. طبعا عندك هنا QR، عايز تخش عليه هتلاقي كل مواصفات الزيوت وكل المعلومات اللي عن المنتج دوت هتلاقيها موجوده معانا. العبوه زي ما انتم شايفين يعني عشان نعرف عليها هنا كتيب ورا تشتيشن، لما تفتح معاك كده تلاقي كتيب بكل اللغات بيتكلم على الزيت دوت وضعه ايه. الانتاج بتاع الجيركن تعالى هنا، انتاج 18 فبراير 24، صلاحيه لحد 25. تمام. طبعا زي ما احنا بنوعدكم دايما المنتجات ما بتكملش شهر على الارض بفضل الله عند ابو علي بتاع الزيت. بس نرجع برضو نتكلم على الزيت ده يا جماعه ما شاء الله من الزيوت اللي بتضارب في شيل، بتضارب في موتل، بتضارب في توتال. شركه قويه جدا، حتى عامله عروض اليومين دول على اسعارها، عروض جامده جدا. بس مش جايين نتكلم على الاسعار لان بكره هتبقى غاليه، النهارده رخيصه. دي منافسه سعريه مالناش دعوه بيها. المنتج ده الحاجه الوحيده اللي ممكن انا مش حاببها فيه ان الاي بي اي بتاعه SL، في حين ان موتل 500 SM، في حين ان شيل SM، في حين ان كذا شركه نازله SM. عندك لو ناس بتحب تحط كاسترول الاخضر الماجنتيك، مع انه بتاع عربيات بس قوي جدا في الموتوسيكلات. المستوى بتاعه بقى SB النهارده، الماجنتيك اعلى مستوى جوده، مستوى اداء اي بي اي امريكي اعلى مستوى. طبعا كاسترول، لكن هو بيبقى فيه عيب صغير ان هو معلوش الاضافه بتاعه تسييد الكلاتشات اللي هي الجاز واللي احنا قلنا عليها. يا جماعه زيوت الموتوسيكل ينفع تتحط في السكوتر، زيوت السكوتر ما تتحطش في الموتوسيكل. زيت الموتوسيكل لازم يكون عليه اضافه للتزيين. طبعا احنا عندنا الاضافه دي هنا واخده موافقه اهي، جازو 903 لسنه 2016. ده اختبار عملوه لتزييد القابض بتاع الكلاتشات اللي جوه المكنه، تمام، بتاعت الفتيس. الموتور بتاع الجروبوكس مدمج جروبوكس وموتور في نفس الوقت. فده واخد موافقه لسنه 2016 للاختبارات اللي اتعملت على معظم المكن الاوروبي والياباني. فما بالك احنا بقى بالمكن الصيني والمكن البنيلي والمكن الهاوجي والكلام ده كله. الزيت ده بيمشي في الموتوسيكلات، بيمشي لحد 1000 كيلو و1200 كيلو. في معادله صغيره عايز اتكلم عليها في المشي في فيديوهات الموتوسيكلات زي العربيات بالظبط. المكن اللي بيشتغل 12 ساعه في اليوم و15 ساعه ما بيريحش، بينزل بدري لان انت عملت له اهلاك سريع، اهلكت الزيت بسرعه.
فالزيت ده بينزل بدري، فبالتالي يقل 200 كيلو على الاقل عن الشخص اللي بيروح مشوار لحد الشغل وبيرجع يركن المكنه، عن الشخص اللي راكن المكنه طول الاسبوع بيطلع بيها مشوار ولا مشوارين في الاسبوع. الراجل اللي بيمشي براحته ده على المكنه زي اللي بيسوي اكل على البارد، على الهادي، على الرايق كده، تمام؟ فبالتالي ما بيطول على الزيت براحته، ممكن يسيب زي اللي بيسوي الاكل بالظبط فعلا ساعه وساعتين وثلاثه، في حين ان يسخن بسرعه الزيت عملت له اهلاك سريع. فلو الزيت ده زي موتور 500 بالظبط، ده ممكن يمشي لحد 1200 كيلو مع الراجل الرايق. مع الناس اللي شغالين دليفري الله يكون في عونهم، ده يمشي لحد من 900 ل 1000 كيلو على حسب الاهلاك وعلى حسب كيلوات المكنه. طبعا هنمسك كده المنتج معانا، تقرب عليا. اخر حاجه كده برضو هعملها لكم في المنتج هنا، ادي الموتل معانا الريبسول، معلش بقى عشان خاطر احنا النهارده بنتكلم عن الموتوسيكلات. وادي الجيركن، طبعا احنا معانا البزايه بتاعته اهي، هم عاملينها يعني كابتكار كده عشان يستخدم بسرعه. وزي ما انا وريتكم الفتحه اللي من ورا والاي بي اي والحاجات دي، وطبعا هو انتاج اوروبي ميد ان يوروب. ادي شكل الزيت معانا ما شاء الله. على فكره الزيت ده من انقى الزيوت. بص الزيت عامل ازاي، شايف نقاء الزيت عامل ازاي؟ ده حاجه فوق الروعه فوق الروعه فوق الروعه. بص نقاء الزيت عامل ازاي، بص ما بيسيبش اي اثر على المكنه. وبرده انا ما زلت متمسك الزيوت الخضراء وما فيهاش فقاعات كتير. الزيت كل ما قل فيه الفقاعات، على فكره الفقاعات دي بتخرب المواتير. عارف يعني تخرب المواتير؟ طرمبه الزيت لو في عربيه او في موتوسيكل تيجي تزيت، يبقى في تعرف ان في حته بتتاكل في الترس وحته لا. يعني الترس بيجي يلمس الترس كده اهو، او الاحتكاك جوه مثلا البستم مع الشميز. تخيل انت عندك في الداير ده الزيت ده بيطلع ويخش، كل ما قلت الفقاعات كل ما كانت جوده الزيت اعلى وتكريره كان اعلى. ده نصف تخليقي مش تخليقي بالكامل، يعني ده زيت معدني عليه مصنع بالاضافات التخليقيه بتصنيع التكنولوجيا الزيوت التخليقيه. طبعا ده السمارتر واول زيت، وكده نركنه على جنب. نخش على طبعا الزيت الجبار القوي جدا اللي هو اقوى حاجه انا بقول عليه بصراحه، وده من اشرس الزيوت في السوق. اشرس زيت، وزيت بيمشي لحد 1500 كيلو زيت واخد مواصفات عاليه جدا. ده زيت واخد حاجه اسمها ماكسيمم بروتكشن R&D، يعني الحمايه الفائقه للمحرك، حاجه فوق الخيال. ده واخد شهاده جوده اسمها وورلد شامبيون لوبريكانت. ده واخد يعني اعلى زيت للتزييت والتشحيم، ده رقم واحد اللي هي شهاده نمبر 1. ده زيت بيضرب بقوه، ده مستوى اداء API SN اعلى مستوى اداء في العالم. يا جماعه احنا النهارده اتطورنا جدا في الزيوت، ما عادش الموضوع قاصر على قدنا بقى والزيوت المحليه لا، الموضوع اتفتح على الاخر. بقينا النهارده عندنا زيوت عالميه. المنتج اللي عندك ده هو اللي بيتباع في ايطاليا، هو اللي بيتباع في امريكا، هو اللي بيتباع في روسيا، اللي بيتباع في العالم كله. لو في اليابان نفسها اللي بتصنع المكن الياماها والمكن الكواساكي والكلام ده، هو نفس الزيت اللي عندك بيتباع عندهم هناك، ما عادش زي زمان. الزيت ده عليه الاضافه بتاعته MA2. الزيت النهار برضه عليه جازو اللي 903 سنه 2016 نفس الاداء، فولي سينثيتيك، تخليقي بالكامل 10W40 4T للمحركات الرباعيه الاشواط. كلمه 4T هنا اهو رباعيه الاشواط، يعني في شراكه بينها وزيها زي محركات موتور العربيات. في بعض المكن بيبقى 2T زي الفيسبا الهندي، ده بيبقى له زيت تاني خالص غير الزيت ده، بس ممكن تستعمل انت ال4T لل2T، لكن ال2T ما ينفعش تستخدمه لل4T، ودي المعلومه اللي بنتكلم عليها. الزيت الريبسول التخليقي بالكامل ممكن يقعد في المكن، بس انا ما انصحش بيه ان انت بعد ما تكون بتحط 20-50 او بتحط الزوجه اتقل من 10-40 10-50 مثلا ترجع تحط ال 10-40. لا ما ينفعش. ده عايز مكنه لسه بتدور من اول مره، عايز مكنه تحت ال 20,000 كيلو لسه مثلا يكون لسه واحد ما يعرفش ولا بتاع. ده هيطول معاك عمر المحرك. يا جماعه انت جايب مكنه داخله على 100,000، تقل في نفسك. ما تقولش اصل انا الزيت، لا اتك على نفسك وامسك ملمين. انت ما ينفعش. هقولها طول عمري، ما اجيبش فيل وما اقدرش على اكله، ما اجيبش مكنه ومعيش حق زيت اللي احطه فيها. فاتمنى من حضراتكم ان انتوا تهتموا بمكانكم شويه. انا مش بعمل دعايه للريبسول، سيب الريبسول حط شيل، سيب الشيل حط موتل. المهم ان مكانتك ما تبقاش مكنه زيرو ومكنه TNT مثلا داخله على 100,000 جنيه وتيجي حضرتك تقول لي احط زيت نصف تخليقي او زيت 20-50 عشان انا معيش. يبقى بيعها وهات مكنه على قدك، هات وجن عبد الله.
لكن ما تجيبش موتور المفترض يتحل على ال 200,000 كيلو وهتلاقي نفسي كل 50,000 كيلو راح اعمر. ده تهريج، اقسم بالله تهريج يا اخواتي بتوع الموتوسيكلات اللي بتقولوا الناس ده افتراء. الزيت اللي انا بقول لكم عليه لازم تحط زيت تخليقي بالكامل في محرك لسه جديد. تعالوا نخش بقى على اخر تاتش. طبعا معانا هنا نفس القصه برده، ده بيتشال اهو، ومعانا الكيو ار برده موجود عليه كل المعلومات بتاعت المنتج، ومعانا الشهادات هنا اللي بنتكلم عليها، وطبعا هو بيديك هنا الحمايه الفائقه بتاعت الزيت والتزييت العام. نفس الفكره برده الجيركن معانا اهو. وطبعا دي فكره جديده ولكن دي سهله الضرب. اتمنى ان هم يشوفوا لهم اي حل، لان هم بيتعاملوا معانا كاننا اوروبا مثلا او الدول المتقدمه. وطبعا الحمد لله احنا دوله متقدمه الحمد لله رب العالمين، ونقلنا العاصمه الاداريه العاصمه الاداريه خلاص، فالموضوع اتطور. احنا مصر بتتطور، بس احنا عايزينكم تتطوروا معانا وبرضه تراعونا ان احنا لسه عندنا عادات وتقاليد مختلفه شويه. تمام؟ الجيركن ده ممكن يتضرب في اي وقت، فاتمنى ان انت تشتريه من مكان موثوق فيه. ادي الزيت هنا اهو. انا عايزك تتخيل نسبة الفقاعات اللي اتكونت مطرح ما لقيت زيت مرة واحدة وكميتها دلوقتي. وبص على الزيت من فوق، ده تخليقي بالكامل. راحت فين الكوباية التانية؟ معلش. وده نصف تخليقي. هتلاقي ده اغمق شوية، لو انت ماسك الاثنين ده اغمق شوية. طبعا هتقولي انت ماسك كوباية وراجل قديم قوي، لا الكوباية دي بتوضح للناس العاديين جدا ان هم يختاروا الزيت. بص عايز اقول لك نسبة النقاء في الزيت. نسبة النقاء اقسم بالله ما في حاجة باينة على الكوباية. بص المنظر. انا بس عايز اجيبها لك عكسي، بس حاجة رهيبة يعني. زيت عالي جدا يا جماعة. الزيت ده بيمشي 1500 كيلو الناس اللي رايقة، بيمشي 1200 1250 كيلو الناس اللي فارمين مكانهم. وما تستخسرش في مكانتك وتتك على نفسك وحط زيت نضيف. طبعا احنا هنا ده قدامه جيركينو، ده قدامه زيته. كده احنا خلصنا زيوت المكن. خش بقى على المعلومه سريعه على زيوت السكوتر. نجيب معانا زيت السكوتر اهو، برضه 10 40. عبوه بتنزل 800 مللي، مش بتنزل كيلو بالكامل، العبوتين دول بينزلوا كيلو. ده زيت السكوتر، ده عليه اضافه للسكوتر اسمها ام بي غير الام اي 2 بتاع التزييت الكيروبوكس. ده عليه ام بي، دي باضافه لتزييت المحرك بتاع السكوتر بالجوده الفائقه والتزييت الفائق. برده معاه الورلد شامبيون لوبريكانت اللي هي شهاده الجوده العالميه اللي بتقول لي ان الزيت ده هو اعلى زيت لتزييت محركات السكوتر. ده نصف تخليقي. بص لي هنا بعد اذنك، عايز اقول كلمه. السكوترات مش عايزه زيت تخليقي بالكامل ومش محتاجاه، وجوده الموتور وكفاءه الموتور بتشتغل حلو قوي بالنص تخليقي. محدش يجي يضحك عليك ويقول لك حط ال 700 ولا حط التخليقي بالكامل في السكوتر، مش هيزايد كويس. فكره السكوتر فكره بدائيه شويه، فكره هاديه رايقه على الاخر. انجكشن او مش انجكشن، انت مش محتاج زيت تخليقي بالكامل، وانا عارف انا بقول لك ايه. واسمع كلام اخوك، الزيت ده كويس جدا عليها. لو هتحط زيت يبقى اخرك حط موتيل اكسبيرت العادي، وده نفس التزييت بتاعه. وبرده معاه اس ال، وده برده هو مش عالي قوي ولكن ده بيفي بالغرض. واس ال يعني قصدي ان التاني اس ام اعلى منه سيكا، يعني هو ال ام يعني التاني مستوى اللي اعلى منه على طول. شيل برده الادفانس اعلى منه شويه، بس برده بالنسبه للسكوتر كلهم هيأدوا نفس الاداء معاك. الزيت ده هينزل معاك على 1000 كيلو مستريح قوي. سكوتر اس ال ام بقى، سكوتر كازاميرو، سكوتر ايا يكن، بنيلي بقى، حط كله. كيمكو، اي نوع سكوتر. انا بقول لك من مكاني هذا ملوش اي لازمه تحط زيت تخليقي بالكامل في السكوتر وانت وشوقك. الزيت ده هيبقى كويس قوي معاك، هيمشي معاك لحد 1000 كيلو مستريح قوي، والناس الرايقه تمشي لحد 1200 كيلو. وانا عارف انا بقول لك ايه على تجربه مع كل المحركات اللي احنا استخدمناها. زيت حلو جدا في الاسكوترات، هيدي معاك اداء عالي قوي 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 فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل، وهيريح لك المكنه. طبعا هنجي فاتحين معانا الجيركن كده ونفس القصه. عايز تعرف كل المعلومات عن المنتج هتلاقي هنا على الكيو ار ده الام بي اللي قلنا عليها اهو. جميل. ادي زيت السكوتر معانا. يعني تتامل في الجمال، اقسم بالله جمال والله جمال. عارف الراجل الخليجي اللي بيقعد يصور في العسل، مصري بس لابس خليجي بيصور العسل،
ويقعد يتكلم عن العسل كده، والله ده احلى من العسل بالنسبه للمكن. انا عايز تتخيل جمال الزيت. بص انا هبل لك كوبايه من الجنان وتشوف نقاء الزيت عامل ايه، مش سايب اي اثر على الكوبايه. وده معناه الزيوت دي يا جماعه عليها اضافات تنظيف وتشتيت للشوائب عاليه قوي. الزيوت دي بالذات، يعني انا معظم الاحيان ما بحبش الزيوت المستورده، بس في الموتوسيكلات حقيقي الشركات دي مخدمه قوي على الزيوت دي. يا جماعه الناس بره بيحترموا الموتوسيكلات قوي، مشكلتنا ان احنا هنا بنهنوها. فالموضوع عالي قوي. يمكن الشباب بداوا يهتموا بقى، ربنا يبارك فيهم، بتوع الدليفري وبتاع الكلام دوت، لانها مصدر اكل عيشهم. فالموضوع بقى مختلف. معاك الثلاث زيوت اهم، ده النصف تخليقي بالكامل، وزيت السكوتر. انا بس عايز اختم الفيديو عند اخوك ابو علي بتاع الزيت، عرض كده ايه، ازازه لب كده اهو لاخواتي. الزيت التخليقي بالكامل عند ابو علي بتاع زيت ب 340 جنيه. طبعا اقل زيت تخليقي بالكامل معدي ال 420 430 جنيه، عندنا ب 340 جنيه. النصف تخليقي ب 290 جنيه بدل 380 جنيه. عندي الزيت السكوتر ب 260 جنيه. اتمنى لحظه بس عشان زيت السكوتر عايز اتاكد من سعره، عشان بس ايه، زيت السكوتر ب 240 جنيه عشان اخواتي وحبايبي. موجود شحن جميع المحافظات. احنا محافظه اسكندريه، العوايد اسكندريه. اتمنى اكون عرفت ارجع تاني ليكم بفيديو كويس يفيدكم لاخواتي، وشكرا الله صحيح. كل سنه وانتم طيبين.